اكيد راه يكفي انك انت باش تكون تافه وتفاعلوا معاك الناس وتدخل الفلوس، راه ديجا نصب هذاك. هادشي شوف هادشي كان، ولكن كان مخبي. اليوم بهاد وسائل التواصل الاجتماعي اصبح عالمي، وهذا هو الخطير. شوف واحد الوقيته ما كانتش الكاميرا، ولكن كانت الجريمه حدها واحد لو نيفو. دابا ملي ولات الكاميرا راه الجريمه تطور، المجرم حتى هو يتطور. شكرا الله اللي دار شي حاجه غادي يتعاقب. حنا ما خصناش نديرها، إلا دارها حنا خاسرين. أيقن أن الله لن يخيبك. تحية ليك وتحية لهذه المنابر الإعلامية الوازنة اللي حضرت اليوم. بالنسبة لهذا الموضوع ديال التفاهة، فملي تنقولوا التفاهة أول حاجة تتبادر للذهن ديالنا هي التافه. هو الإنسان عديم القيمة، وبالتالي فملي تنقولوا إنسان عديم القيمة فاستغربوا كيفاش غيكون ليه جمهور. هو عديم القيمة وعنده جمهور، إذا تلعب في واحد المجتمع اللي مع كامل احتراماتي ربما فيه ذوي التعليم المحدود، فيه الأمنية، فيه الجهل، فيه ناس اللي هما كاع مثقفين، ولكن مع ذلك فتتفاعلوا مع هاد الفيديوهات التافهين، ربما للتسلية، ربما انك يكفي انك دير غير كومونتير باش تنتقد واحد التافه، باش تطلع عليه المحتوى ديالو، باش توصلوا للجمهور. وتنعرفوا بان هاد وسائل التواصل الاجتماعي كلها يعني مبنيه على التفاعل، يعني ان اي فيديو يكفي ان يكونوا متفاعلين باش تيطلعوا، مثلا الفيسبوك، مثلا اليوتيوب، مثلا الانستغرام، يعني كاع وسائل التواصل الاجتماعي كلها. واش ما تقدرش تقول لنا على الناس اللي استغلوا وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي اغراض الشعوذه والنصب والاحتيال؟ صراحه هادشي اللي كنشوفو خطير السي حاجه، على غير باقي المحتويات الاخرى الروتيني اليومي ولا قوتي. لا هذا مساله ديال تشوفوا رجال لابسين الذهب تقول لك صيفطوا لنا الهدايا التور، وانا بان كاين نصب واحتيال في هذه الامور. اكيد راه يكفي انك انت باش تكون تافه وتفاعلوا معاك الناس وتدخل الفلوس، راه ديجا نصب هذاك. يعني كيفاش درتي ليها؟ انت انسان تافه وتتبعي لك عباد الله، يعني راه ديجا راه كاين النصب. اما بالنسبه للناس اللي تيمارسوا الشعوذه، بكل صراحه هذا موضوع اللي هي عبر منصات التواصل الاجتماعي كل الناس يعطيونا الفلوس وهذا تيصيفطوا لهم الفلوس ولا لا؟ باش يشريو لهم هذوك الهدايا اللي كيديروا قربان وديروا هادشي عادي في نظرك؟ هادشي زعما عادي؟ هادشي شوف هادشي كان، ولكن كان مخبي. اليوم بهاد وسائل التواصل الاجتماعي اصبح عالمي، وهذا هو الخطير. هادشي ولا عادي السي حكيم؟ يعني في نظرك انت كانسان مثقف؟ لا بالنسبه لنا نحن نديروا بشده هادشي ما خاصوش يكون عندنا في المجتمع ديالنا. حنايا مجتمع مغربي عربي اسلامي محمدي، يحكمنا امير المؤمنين، يعني ماشي يعني با نابورت كيف راه المغرب حنايا، يعني راه الليفل ديالنا راه دخل التاريخ المغربي. يكفي انك تقول بان هاد البلاد راه عندها 12 قرن ديال الوجود. عرفتي شنو هي 12 قرن ديال الوجود؟ وتكون عندنا حنا التفاهه هنايا وتفشى عندنا دائره التفاهه ودائره الشعوذه، راه كانوا تيضربوا لنا كلشي بزيرو الشريف. راه كلشي راه ما يمكنش حنا نبنيو حضاره وكاين عندنا التفاهه داخل المملكه، ما يمكنش نبنيو حضاره وعندنا المشعوذين داخل المملكه، ما يمكنش. هادشي يجب وضع الحد اليه. تنعتقد بان لدينا من الامكانيات ومن المؤسسات ما يمكننا بكل صراحه بالتصدي وبقوه لهذا. نعم سيدي. شفنا مواقع التواصل الاجتماعي كاين النصب والاحتيال، شي وحدين كيعيطوا في النوامر ديال الشخص، كيقولوا له ودي راه عندك واحد القدر ديال المال، جائزه لا قدر ديال المال غتعطينا الكونت ديالك او النيميرو ديال
ديال الكيشي، النيميرو ديال البطاقه ديال الكيشي، وغادي دير لك المبلغ. هذا اكتشف بانه كان نصب الاحتيال. هذا داخل في ما يسمى بالجريمه الالكترونيه. ملي تنقولوا الجريمه الالكترونيه نحن نعرف بكل صراحه ان حنايا في المغرب بكل صراحه عندنا مؤسسه موازنه اللي ترفع القبعه ماشي ترفع لها القبعه يطلعوك في 15 ثانيه الا بغاو. هذه لا كانوا لي ريكلاماسيون ولا هذا الشيء ولا هذه المنبر انا تنطلب من الناس. كاين الناس اللي تنصب عليهم وسكتوا ضربوا الطم. خرج دوي سير عند النيابه العامه سير دوي تدير الشكايه خرج باش تصدى لهاد الدائره هذه. كاينين هاد الناس وما اكثرهم وكاينين كاع اللي تيستعملوا كاع البطاقه. نعرفوا هذا الشيء. هذا موضوع خطير وخطير جدا. مشات الناس رزقها. شفنا ذاك النهار واحد الوليد داو ليه شي فليسات مسكين شي 18000 درهم وتيبكي وهز عليه هذاك الوليد وكيفاش داو ليه وقيلا عطاه ابليكاسيون لشي واحد وداك الشيء وجبد ليه الفلوس ديالو وداك الشيء. شوف راه كلنا طور كل ما تطورت الجريمه. شوف واحد الوقيته ما كانتش الكاميرا ولكن كانت الجريمه حدها واحد لي نيفو. دابا ملي ولات الكاميرا راه الجريمه تطور المجرم تا هو يتطور. شكرا في حكيم اسمح لي غنقاطعك وكنشكرك على واحد النقطه جبدتي وغنسولك عليها سؤال. شنو رايك في الكاميرات اللي انتشروا في شوارع مدينه الدار البيضاء؟ غنتكلموا على العاصمه الاقتصاديه المملكه المغربيه الحبيبه الشريفه الدار البيضاء. كاميرات المراقبه اللي انتشرت في جميع المدارات في جميع الشوارع، كاميرات بجوده عاليه وتقنيه عاليه لرصد المخالفات وايضا حوادث السير، عمليه السرقه ورصد اللوحات الترقيم وايضا كل كبير وصغير. شنو رايك؟ شفتك شفتك اخويا عكيف جاوبتيني البارح اتصلتي بي البارح على قبل هذا الموضوع هذا وحييتيني على واحد الفيديو حطيته. مرحبا. شوف الكاميرات تكون دور مهم. شوف بالنسبه لهذا الشيء الكاميرا اولا نحن وهذا موضوع اخر. لا هو راه موضوع اخر خارج في الاطار ماشي مشكل ولكن ماشي ما فيها باس نطرقوا ليه. بالنسبه لهذا الموضوع ديال الكاميرات شي موضوع ديال الكاميرات ندوي بصراحه نحن مقبلين على تحديات كبرى. اكيد طبيعه الحال. والجريمه يعني في انتشار وبلا ما نقول لك في انتشار يعني في انتشار هذا وكيتوسع ديالها لان يكفي نقول لك بان حنايا دابا حنايا ديسي واحد اموا غادي نستقبلوا غادي ننظموا كاس افريقيا غيدخلوا عندنا ماشي نقول لك الاف غيدخلوا ملايين ديال الناس من دول مختلفه من افريقيا ودول اوروبيه فهمتيني. وتنعتقد بان الصوره ديال المملكه المغربيه غادي تحط على محك. الصوره ديالنا غتحط على محك عالميه. غادي تنظم تظاهره وما ندويش لك على 2030 2026 يعني غير مازال شعر سي اون با ايكيبي. الا ما كناش ايكيبي بيان ستركتوري غتنظن بان يقدروا يوقعوا عندنا شي مشاكل وداكشي وحنا ما تنتمناوش حنا. ولكن الحمد لله شوف القياده الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو بطبيعه الحال السي حموشي المدير العام ترك الملكي على حرامو. كنحييهم بزاف لانهم كيقوموا بواحد المجهودات جباره وحنا في دوله الحق والقانون السي حكيم. ان شاء الله اللي دار شي حاجه غادي يتعاقب. حنا ما خصناش نديرها الا دارها حنا خاسرين. كاين وسائل اللي تبارك الله لا ولا زرنا هاد الكاميرا بعداك. شوف واحد وسائل السباقيه على ديك على سبيل النكشه واحد السيد سولو وهو اصلا الناس قال لك مقلق صاحبي قال لي صاحبي خرجوا علينا علاش؟ قال لي داروا لينا الكاميرات لا بغاو يديروا معنا زوين يحيدوا لنا هاد الكاميرات. شوف هاد التفكير يعني شوف هاد السيد كيفاش فكر يعني ان الكاميرا لعبات واحد الدور ديالها. ما تكذبش اخويا حاج. لا ما تكذبش. انت تقول لي شي فيديو لا ايوا راه ما تكذبش داكور
ولكن ما تنساش راه حتى هذاك المجرم راه حتى هو تيكبر ملي تيولي يعرف الكاميرا، ليماجيناسيون ديالو والخيال ديالو تيتوسع، تيولي يقلب على اونتي كاميرا يعني، ويقدر يربح ديك الكاميرا ويقوم بالمهمه ديالو البائسه. خاصك تعرف هذه هكا سيدي ماشي. نعم سيدي. الموضوع التفاهه اخر كلمه، وكنشكروك على لا انا ترى انا بكل صراحه انا سعيد بالوجود ديالي وسطكم يعني. ما نقدرش نوصف لك السعاده ديالي وانا تنشوف ان شبان قدامي يعني وازنين عندهم طموحات تيجريو في الصلاح، تيقلبوا على المواضيع وعلى شي حوايج اللي سكون ابل تيقلبوا على ما عرفتش نقولها لك بالعربيه كونتريبيي على ليفوليسيون ديال الرويوم دي ماروك، يعني يساهموا في التنميه ديال المملكه المغربيه من خلال هذا التصوير. يعني بكل صراحه تنحييكم بزاف. كنلقاو صعوبات مع بعض الناس للاسف الشديد، هو اننا نكشفوا الحقيقه ديالهم او نكشفوا بعض الفضائح. لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن حنا دائما لهم بالمرصاد. لك خويا حكيم. نعم سيدي. تحيه لك خويا حكيم. انا تنحييكم بدوري وتنتمنى لكم حد موفق وتبارك الله عليكم. السلام عليكم.